ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو رقم 2 عن روتيني للشعر الكيرلي. انا النهارده يعني كنت نازله مستعجله، لان غالبا لما بكون رايحه الشغل الصبح ومضطره ان انا اغسل شعري فبتبقى في حاجات كتير وانا بعملها وقت ما بعمل شعري بتكون غلط. فعشان احافظ عليه وعلشان خاطر اخليه باحسن شكل بعمله ستايلينج بشكل مختلف، وبعمله كمان ستايلينج بتاعه بيكون سريع شويه، وبيبقى ليه روتين شويه مختلف عن اللي انا بعمله. يعني مفيش مثلا ماسكات، مفيش مثلا زيوت، مفيش مثلا كريمات، ولكن عملت كل اللي اقدر عليه عشان ان هو يطلع بالنتيجه ديت. شوفوا الفيديو، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، وسبسكرايب لو انتوا عاوزين يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس. يلا نتابع. اول حاجه عشان تبقوا عارفين انا شعري اصلا كيرلي، عشان محدش يجي يقول لي انا شعري جربت عليه الستايل اللي انتي عملتيه وما نفعش معايا. زي ما انتم شايفين في الفيديو اهو كيرلي ما فيهوش اي حاجه، ولكن هعمله ترطيب وهحط له الكريمات والجل وكل حاجه. اوكي، بس هبدا الاول اقسم الشعر. في العاده انا بجمع الجزئين، جزء منهم بلمه لورا والجزء التاني بقسمه لجزئين، وببدأ انه انا اعمله الستايلينج، وده علشان يسهل عليا تسريحه، ما يكونش الامر متعب، وابقى عارفه انهي جزء اللي خلص وانهي جزء اللي بدأ. وبيساعد كمان ان الشعر يكون مترطب بشكل اقوى وبشكل احسن، وحتى الديفينيشن بتاعت الكيرلي بتطلع شكلها افضل. اي شعر وانتوا بتعملوه لازم يتقسم. هنبدأ مع كريم الترطيب. تمام، ده الكريم اللي انا بستخدمه. تقدروا ترجعوا للفيديو اللي انا كنت عاملاه وتشوفوا المنتجات اللي انا كنت بستخدمها ايه ومن انهي ماركة والفرشة. هنيجي بقى نشوف. انتوا طبعا زي ما انتوا ما شايفين شعري شوية ناشف بعد الحمام، فبليته وخليته كده شوية مندي، مش مبلول للاخر عشان ما يقطعش الشعر. هبدأ احط على ايدي كمية مناسبة تناسب الكمية بتاعة شعري. انا شعري طويل في الاساس، فالكميه دي مناسبه ليه علشان ترطبه، وغير كده الفرشه عشان بتاخد الكريم معاها وهي نازله، فمحتاجه ارطبه بشكل كويس بحيث انه شعري ما ينشفش وما يهش ويقدر يعيش معايا حتى فتره 3 ايام، لانه انا كل 3 ايام او كل يومين لازم اغسل شعري. وطبعا وانتوا بتحطوا كريم الترطيب ما تقربوش من الجذور، لانه مجرد ما قربتوا من الجذور يحصل قشرة وتحصل حاجات كتيرة، فخلوا حوالي 2 سنتي. نيجي بقى نقسم الخصل بعد ما رطبناها. ضروري جدا تعملوا الخطوة ديت علشان ما تتلخبطوش وانتوا بتعملوا او بتسرحوا الشعر بتاعكم. تسلكوه بايديكم كويس زي ما انا ما بعمل، واحدة واحدة من غير عنف. وبالفرشة هتسلكوه من تحت لفوق، من تحت لفوق. مفيش حاجة اسمها ان انا اعمل الشعر من فوق. اسرحه مرة ولا مرتين، وبعد كده ابدأ اخده على الفرشة زي ما انتم شايفين. هاخده بشكل طويل واشد فيه، بس مش اشد فيه للاخر، يعني حاجة بسيطة زي ما سحبت كده الفرشة زي ما انتم شايفين الطريقة. مش عارفة اوصفها لكم بالظبط، بس بنفس الطريقة اللي انا عملتها. ده بيسبب انه الكيرلي تبقى فيها ديفينيشن، وانا بحب الطريقه دي لانها اسرع وبتنفع معايا الصبح لو انا رايحه شغل، علشان خاطر مبقاش عندي وقت ان انا اعمل الفينجر كويلينج. خلصت اول جزء وهاخد الجزء اللي وراه زي ما انتم ما شايفين. ما تبقاش الخصله رفيعه جدا ولا هي كتير جدا، وسط اللي يسمح لي ان انا اقدر اعمل لها ستايلينج من غير ما شعري يتقطع، او من غير ما انه اعملها بشكل رفيع فتشبك وتبقى برضو عرضة انها تتقطع وتتقصف. هكرر نفس الخطوة مرة تانية وبكل هدوء، ولازم اكون متأكدة انه انا سلكت من تحت لفوق، لان التسليك من فوق وانتوا بتشدوا هيقطع الشعر، وخاصة لو انتوا واخدين شاور ومستعجلين الصبح. انا بفضل ان انتوا تاخدوا الشاور بتاعكم قبل بمدة وشعركم يبقى مندي. ده شكل الكيرلي بعد ما عملت لها الديفينيشن بالفرشة. هاخد الجزء اللي من قدام. الجزء اللي من قدام زي ما انتم مش شايفين انا برضو بليته، مش هسرحه على ورا، هسرحه على قدام زي ما هو. ده بيعمل ديفينيشن حلو سوري، ده بيعمل ديفينيشن كويس للشعر او للجزء الامامي،
وبيخلي بعدين شكل الجزء الامامي فيه فوليوم اكتر. تمام. برضو هحط كمية مناسبة للترطيب زي المرة اللي فاتت. برضو مش هقرب من الجذور. حاجة من الحاجات المهمة اللي بتخليني مش بقرب من الجذور انه برضو الجذور لو جاء عليها ترطيب ده ممكن يسبب انه ما يبقاش فيه definition ويكون الشعر شوية زي ملزق مثلا او في برودكتس زيادة. تمام. برضو الجزء اللي قدام مهم جدا ان انا اقسمه جزء جزء واشتغل عليه، لانه الجزء اللي قدام اكتر جزء بيحتاج ترطيب واكتر جزء بيحتاج شغل في الستايلينج، حتى اكتر من الجزء اللي ورا، لان الجزء اللي ورا يعني هو اطرى شويه من الجزء اللي قدام. وحقيقي انا معرفش الاسباب ايه، بس دي ممكن دكتور يشرحها. فانتوا بتشتغلوا على الجزء اللي قدام اهتموا بترطيبه كويس واهتموا بالديفينيشن بتاعه كويس قوي. تمام. زي ما شفت خدت خصلة لوحدها لاني حسيتها مش معمولة كويس وعدت عليها مرة تانية بالفرشة. ده اسرع روتين او ستايلينج انا بعمله، وما بيكونش قبليه روتين، يعني ما بكونش عاملة ماسكات كريم ولا حمامات كريم ولا اي حاجة. وزي ما انتم ما شايفين الديفينيشن بتاعه جدا ممتاز. تمام. دي اخر جزء في الجزء القداماني هعمله وهخلصه، واخدته كده زي ما قلت لكم على قدام، يعني سرحته وهو نازل لتحت، لانه بعد كده في الديفينيشنج ما علينا يا جماعه. بعد كده في النهايه هيبقى شكله ظريف في انه يدي فوليوم او حجم كويس للشعر. طبعا الجزء القداماني بكرر تاني مهم جدا 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 انه انتوا تهتموا بالستايلينج بتاعه، لانه اكتر جزء معرض للهيشان، معرض للحرارة، معرض انه ينشف، معرض انه يبوظ نتيجة التعامل اليومي، وخاصة لو انتوا بتشتغلوا في شيء لازم تلموا فيه شعركم. نيجي لمرحلة الجل. انا مرحلة الجل بالنسبة لي مهمة جدا. ليه؟ لان الجل يعني بيبقى مهم في ان الشعر يثبت لمدة 2-3 على الاقل. في حالة الستايلينج دوت اهتموا بالجل، لانه الستايلينج دوت مش بيثبت اكتر من 2-3. ده بالنسبة لي انا، ممكن مع ناس تانية بيقعد 4 ايام. فاهتموا بالجل واهتموا بالكمية اللي انتوا بتحطوها لشعركم. انا بهتم ان كل جزء احط له جل لوحده، بحيث ان انا كنت اتاكدت ان هو محطوط له الكميه المناسبه للجل. وانتوا بتحطوه زي ما وريتكم، افردوا صوابعكم بحيث انه تاخدوا كل مناطق الشعر، ما يبقاش مثلا جزء جزء لا، بيبقى الجل متوزع بشكل افضل واحسن. نيجي للفوم. الفوم انا بالنسبه لي فوم حلو قوي لسبب ان هو بيديني فوليوم، ودي السبب اللي بيخليني دايما مهتمية بالفوم. في ناس ما بتحبهوش، مش مشكلة، عادي. مش عايز يستخدم الفوم ما يستخدمهوش يا جماعة، بس برضو طريقة تطبيقه زي طريقة تطبيق الجل. اوكي. برضو بنفرد كده صوابعنا عشان نضمن ان كل شيء اتغطى على الشعر، وكل جزء بعمله لوحده، مفيش اجزاء بعملها كلها على بعضها. في الاول كنت بعمل كل الاجزاء مع بعضها، بس شفت ان الاحسن كل جزء يبقى لوحده. ده شكله بعد ما خلصت تسريح، مضطرة انزل بيه كده للشارع. ونصيحة لو عندكم وقت استنوا شوية بتاع ساعة ولا حاجة، لكن انا لاني مستعجلة جدا لازم انزل على شغلي وامري الى الله، وده بيسبب بعد كده انه شعري بعد يومين بيكون هايش، لانه دغري اتعرض للهواء. ومرة الهواء سخن في وسائل المواصلات، ومرة الهواء وسائل المواصلات اللغة دي، مرة الهواء بيكون سخن يعني في المواصلات، ومرة بيكون ساقع بره، فشعري شوية بيتأثر بعوامل الحرارة. لو عايزين كمان اكتر حطوا زيت ارجان، لان زيت الارجان من الزيوت الحلوة اللي بتدي تغليف للشعراية وبتحافظ عليها من الحرارة وبتحميها. انا غالبا مش بحط، لانه برضو الزيوت مش بتشتغل مع شعري قوي. ده شكله بعد ما نشف وبعد ما رجعت من الشغل. ومحدش يقول لي انت ازاي يعني راجعه من الشغل ومغيره التيشيرتات، علشان انا كنت في مشوار ونزلت ورجعت تاني. فهفكه قدامكم دلوقتي، بس انا حبيت اوريكم هو شكله عمل ازاي في النهايه. يعني اتفرجوا كده عليه شويه ونرجع. طبعا واضح ان هو فلافي جدا. فعندي حاجتين، انا قلت هحط زيت ارجان بس انا مضطره
علشان هنام بيه، فهحطه لانه ما عنديش الطرحه الستان على امل، بس هو ده مش اصح حاجه. تمام. هحط كميه بسيطه تغلف الشعر بشكل كامل. انا مش بحب ازود، لان زي ما قلت لكم الزيوت مش بتشتغل قوي مع شعري، اللي هي الزيوت اللي بتحمي من الحراره او كده، بعدين بتسبب هيشان، فمش بحب اكتر منها، بحط مره واحده ممكن. تمام. بس وزي ما شفتوا ببدأ من الجذور، لان الجذور مهمة جدا يا جماعة. اكتر جزء مهم في الشعر هو اللي من تحت، دايما نبدأ من تحت لفوق في شعرنا، وخاصة الناس اللي عندهم شعر كيرلي زي حالتي. لما هاجي افكه زيت الارجان كمان او الزيت بشكل عام مهمته انه وانتوا بتفكوا الكيرلي يسهل عملية الفك بتاعته، يعني زي ما شفتوا واحدة 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 واحدة. تمام. فبتقدروا بسهولة تفكوه. لو ما حطيتوش الزيت وارد يتقطع، يعني زي ما شفتوا في جزء هنا ما كانش واصل له زيت، فانا بدأت اشد فيه، وده غلط، محدش يعمل كده. تمام. واحدة واحدة، خدوا وقتكم وانتوا بتفتحوه. ولو في مشكلة انا شايفة ان انتوا الاحسن تقسموا الشعر، حتى لو بعد ما هو نشف ولا كل حاجة، بس عادي قسموه وفكوا الخصل بالراحة، احسن من ان انتوا تقطعوه ويسبب هيشان ويسبب تقصيف ويسقط منكم وما تبقوش عارفين سبب السقوط ايه. زي ما انتوا ما شايفين انا واخده واحده واحده بالراحه، لان عليه زيت فمسهل عمليه انه يتفك. طبعا انا حسنت تعليقاتكم على كل اللي انا بقوله دوت، عشان كده انا مش قاعده بتكلم وفي الاخر مفيش اي رد فعل. تمام. انا طولت النهارده مده الفيديو بحيث انه تشوفوا التفاصيل كامله. والمره الجايه هنتكلم عن الترطيب، لانه في ناس سالتني عن الترطيب، فالمره الجايه هتكلم عن الترطيب، لانه المره دي ما كانش عندي وقت زياده انه اتكلم فيه. ده شكل الشعر بعد ما فكيت الخصل وعملت كل حاجه. ده خلينا نقول النتيجه النهائيه. طبعا انا بعمل كده بس عشان اوريكم شكله فلافي وشكله مفكوك، الكرليهات كلها مع بعضها شكلها كويس، لطيفة، مش متشابكة، يعني الشعر مترطب كويس. تمام. ده الزبدة. هنا بقى مرحلة الفوليوم. طبعا شعري ده كان محطوط عليه منتجات الله يعني، فهنضطر الاول نعمله مساج ناحية اليمين وناحية الشمال، يعني زي ما انتم شايفين، مرة بعمل كده ومرة بعمل كده، ومرة وانا ظابطة راسي ومرة تانية وانا بقلب راسي. تمام. ده يا جماعة كانت صاحبتي بتكلمني وبتديني بسكوت وبتكلم، فبصوا ما تاخدوش على الموقف، انا مش عارفة انا بعمل ايه. تمام. هنا من ناحية الشمال، معرفش انا ليه صديقة الغرفة مصرة على ان هي تديني اكل وانا بعمل شعري، يعني guess what، هي بتحبني زيادة عن اللزوم. هنا هعمل شعري على قدام، يعني هقلبه على قدام بس ثانيتين ولا حاجة وخلاص كده. يعتبر انا عملت اول خطوة من خطوات الفوليوم. تاني خطوة المشط ده مهم جدا وبعتبره اساسي، وباخده معايا في شنطتي على فكرة، يعني لازم احطه معايا في الشنطة، علشان حرفيا لو انا شعري نشف برا ببقى محتاجة ان انا افك الجذور من فوق، افك التشابك بتاعها. ده بيدي فوليوم اكتر، بيخلي شكل الشعر ارتب واحسن. كمان بيخلي الشعر سهل، يعني مش بيخليه متشابك، مش بيخليه متعقد، مش بيخليه شابك في بعضه، بحيث ان انتوا لما تيجوا بعد كده تاني مرة تعملوه ما تحسوش ان شعركم بيتساقط. فدي جزئية مهمة. انا زي ما انتوا ما شفتوا بعمل برضو من اليمين من الشمال من قدام من ورا من كل مكان، بحيث ان انا اضمن ان الجذور فكت. مش على كل الشعر، الجذور بس يا جماعة، الجزء اللي انتوا شفتوني بعمل فيه الفوليوم بس، وبرجع اعمله مساج كده على السريع وبرجع اظبطه. ده شكله النهائي. و يعني زي ما انتوا ما شايفين دي النتيجة بتاعته. الديفينيشن متحددة، الكيرلي الديفينيشن بتاعتها متحددة كويس، يعني شكله طالع حلو قوي، مفيش فيه اي تشابك، و يعني حرفيا انا مبسوطة من النتيجة بتاعته.
وبس.